موضوعنا لحلقة اليوم عن الزلازل، ورح نبلش بالبداية ونقول كيف بتصير الزلازل وشو سببها، وهل الزلازل اللي عم تصير هلأ هي مفتعلة وفي حدا بالعالم عم يساويها مثل ما بعض الناس عم يقولوا، ولا هي مجرد ظاهرة طبيعية؟ وهل يمكن فعلا انه حدا يتنبأ بالزلازل قبل حدوثها؟ واخر شيء واهم شيء بالفيديو حنحكي انه شو لازم نعمل اذا لا سمح الله رجع صار زلزال وهزات ارتدادية. لنفهم ليش بتصير الزلازل لازم نعرف أن القشرة الأرضية هي عبارة عن عدة صفائح صخرية اسمها الصفائح التكتونية، وهي منفصلة عن بعض، مو مثل ما لنا متخيلين أنه الأرض عبارة عن كتلة صخرية واحدة. والغريب أنه بالرغم أنه نحن بنحس أنه الأرض ثابتة تحتنا، بس الحقيقة عكس هالشي، لأنه الأرض تحتنا بتكون عم تتحرك طول الوقت، بس حركتها بطيئة شوي، ومع مرور الزمن والسنين هي الحركة المستمرة بين الصفائح بتولد الضغط بينها، وهذا الضغط بضل عم يزيد لحد معين لدرجة انه الصفائح بتصير تحتك وتضرب ببعضها، وعن هالشي بينتج الزلازل والهزات اللي بنحسها نحن. وبعد الزلزال الرئيسي بصير عدة هزات أرضية اسمها الهزات الارتدادية، بس بتكون قوتها أخف وبتختفي مع الوقت لبين ما تستقر الصفائح الأرضية وترجع لطبيعتها. وهذا الشيء اللي صار بالزلزال اللي أصاب سوريا وتركيا، والسبب الزلزال انه تركيا وشمال سوريا مكانهم موجود عند خط التقاء صفيحتين تكتونيتين، وبهالمكان صار في زلازل من قبل بالسنوات الماضية. وإذا في حدا منكم عايش بتركيا أكيد بيكون سمع إنه كل فترة بتصير فيها هزات خفيفة، وأغلب الزلازل بالعالم بتصير عند أماكن التقاء الصفائح ببعضها. طيب أنا سمعت إنه هذا الزلزال مفتعل وفي دول كانت عم تعمل تجارب سرية تحت بالأرض، وهي السبب بالكارثة اللي صارت. مزبوط، كلنا سمعنا هالحكي وشفنا فيديوهات الوميض الأزرق اللي صار ببداية الزلزال، والناس قالوا انه هذا الوميض هو سبب احد التجارب السرية لمنظمة معروفة اسمها هارب، وهالمنظمة بالذات تم اتهامها من قبل بافتعال كوارث طبيعية وتجارب سرية. واذا بتحبوا ساوي لكم فيديو عن هي المنظمة الغريبة اكتبوا لي تحت بالتعليقات. بس بالنسبة للوميض الازرق انا بحثت لك عن الموضوع وطلع انه هذا الوميض هو ظاهرة طبيعية اسمها برق الزلزال، وهو من اسمه عبارة عن برق بصير احيانا مع الزلازل، يعني ما فينا نعتبر هذا البرق دليل على انه الزلزال مفتعل من جهة معينة. طيب أنا عندي دليل تاني بيأكد إنه هذا الزلزال مفتعل، واللي هو إنه قبل حدوث الزلزال بأيام في سفارات بعض الدول الأوروبية بتركيا طلبوا من الجاليات تبعهم بتركيا إنه يتوخوا الحذر من أعمال عنف ممكن تصير. يعني باينة أوروبا هي اللي عملت الزلزال وعم تحذر المواطنين تبعهم بتركيا. كلامك مزبوط، بس تحذير السفارات الأوروبية كان بعد حادثة إحراق القرآن الكريم بالسويد، واللي نتج عنها مظاهرات أمام سفارة السويد بتركيا. وبعد هالشي سفارات الدول الأوروبية طلعوا وحذروا المواطنين تبعهم، يعني الموضوع ما له علاقة أبدا بالزلزال. طيب رح نيجي هلأ للموضوع يلي عمل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، واللي سببها العالم الهولندي فرانك يلي كلنا سمعنا عنه بأنه كان متنبئ بحدوث الزلزال قبل ما يصير. فهل يمكن فعلا أنه نتنبأ بحدوث الزلازل قبل ما تصير؟ رح أختصر عليك وأقول لك أنه لا، ما حدا بالعالم حاليا بيقدر يتنبأ بموعد حدوث الزلازل قبل ما تصير، وهذا كلام العلماء والباحثين الجيولوجيين بالعالم. بس الشيء الوحيد اللي بنقدر نتوقعه هو أماكن حدوث الزلازل، لأنه مثل ما قلنا أغلب الزلازل بتصير عند خط التقاء الصفائح ببعضها. طيب حتسألني إنه كيف هالباحث عرف بموعد الزلزال؟ ببساطة لو نرجع للتغريدة اللي نشرها الباحث قبل الزلزال حنشوف إنه هو تنبأ أكثر بمكان حدوث الزلزال وما تنبأ بموعده، فمعنى كلامه إنه رح يصير زلزال هلأ أو بعدين. ولو هو كان بيعرف موعد حدوث الزلزال فعلا كان عطى تاريخ تقريبي ودقيق أكثر من هيك، وما ترك الموضوع مفتوح. وأي عالم جيولوجي بالعالم ممكن يتنبأ بالأماكن اللي ممكن يصير فيها زلازل، أما بالنسبة للموعد فمثل ما قلنا هالشي يعتبر مستحيل حاليا. والشي اللي عم يعمله العينتين فرانك إنه حاب يستغل الضجة اللي صارت وصار يحط توقعات عشوائية عن الزلازل بأكثر من مكان، وطبعا بدون موعد محدد. فهون بتعرف إنه هو مجرد شخص عم يزت توقعات بشكل عشوائي وعم يجرب حظه مشان لو رجع زبط توقع منها يقول شفتوا كيف؟ كنت بعرف. وبشكل عام موضوع التنبؤات على السوشيال ميديا بيعتمد بشكل كبير على الصدفة. يعني مثلا لو بدنا نفتح النت هلا ونبحث عن التنبؤات اللي الناس بيتنبؤوها للسنين الجاية رح نلاقي ملايين التنبؤات اللي أغلبها ما بتتحقق أصلا، وبعلم الاحتمالات طبعا ممكن تتحقق أحد هي التنبؤات على أرض الواقع، وهالشي كله بيعتمد على الصدفة والحظ. حتى لو تحقق هذا التنبؤ هذا ما بيعني إن الشخص بيقدر يتنبأ ويتوقع المستقبل إلا إذا كان التنبؤ مبني على طرق علمية ومنطقية. وبما أنه قلنا أنه ممكن يصير هزات ارتدادية
بعد هذا الزلزال اللي صار، فلا سمح الله لو صار هالشي، شو الإجراءات اللي لازم نعملها مشان نحمي حالنا قدر الإمكان من خطر الزلزال؟ أول شي طبعا وأهم شي هو إنك تحافظ على هدوءك ولا تنصاب بالهلع منشان تقدر تفكر شو تعمل. وإذا كنت جوا البيت وحسيت بالهزة الأرضية، حاول إنك تبتعد عن الأسلاك الكهربائية وعن أي شي فيه زجاج مثل شبابيك وأبواب. وأول ما يبلش الزلزال حاول تتخبى فورا تحت طاولة أو أي شي ممكن يحميك من السقف. وإذا سهل بالنسبة لك إنك تطلع من البيت، اطلع منه. وطبعا إذا أنت كنت بمبنى فلا تستخدم أبدا الأسانسير لأنه يعتبر من الأماكن الخطرة. وبنتمنى طبعا إنه ما حدا منا يحتاج هي التعليمات، بس لازم على الأقل نعرفها للاحتياط. والله يحمي الجميع. هيك أصدقائي بكون خلص الفيديو، بشوفكم بالفيديوهات الجاية. سلام.